الباطاشو، هاد الوصفه بزاف اللي كيعرفوها وبزاف اللي ما تعرفوش، وهذا الفيديو مخصص للناس اللي ما تعرفوش ليها. اليوم ان شاء الله غادي تعرفوا معايا على الاسرار ديال الباطاشو من ا حتى لزد. ما تمشيو فيه وبقاو معايا في هذا الفيديو. السلام عليكم متابعين قناه سعاد بنت ثابت، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا الباطاشو، ودابا نخليكم مع الطريقه والمقادير. واول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نصاوبوا هذا الكاناج ديال الشوكولا بالحليب اللي غادي نحشيو به او غادي نعمروا به هذا الباطاشو ديالنا. المهم بالنسبه لهنايا عندي 200 غرام ديال الشوكولاط بالحليب، وعندي 100 غرام ديال الكريمه اللي غادي نسخنوها، وعندي هنايا 300 غرام ديال الكريمه البارده. بالنسبه لهاد الكريمه البارده غادي نديرها في هذا المول وغادي ندخلها للثلاجه تبرد مزيان، ومن بعد غادي نكمل الفيديو ديالي. كناخذ واحد الكاسرونه وكنكب فيها هذيك 100 غرام ديال الكريمه البارده. بالنسبه لهاد لاكريم يا اما قشده طريه يا اما هولالا، المهم لقيتو هولالا المسوسه تكون احسن. هنايا عندي 200 غرام ديال الشكلاط، غادي ندوب هذيك الكريمه ومن بعد غادي نزيدها على الشكلاط حتى تذوب مزيان، وغادي نخلطهم كما كتشوفوا هنايا. المهم كما كتشوفوا راه غادي نخلط. بالنسبه لهاد الكناج راه خصو يبقى في الثلاجه على الاقل 6 سوايع، وعاد ديك الساعات غادي نكملوه باش نطلعوا الكريمه ديالنا. بالنسبه لهنا كما كتشوفوا دابا صافي، من بعد ما سخنت هذيك الكريمه كنكبها على الشكلاط وكنحرك مزيان حتى كيذوب هذاك الشكلاط، ما كتبقى لنا حتى شي طريف ولا شي حاجه. المهم خصني نحصل على واحد الكريمه اللي تكون خفيفه. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما داب لنا الشكلاط صافي، في هذه الوقيته هذه غادي ناخذ واحد السلوفان او الفيلم المونتير وغادي نغطيها وغادي نخليها تقريبا 6 سوايع. انا هنايا بديت به هو الاول لانني صورت صراحه كلشي في نهار واحد، ولكن هنا بديت به هو الاول، بديتو مع بكري يعني بديتو مع ديك العشرة تقريبا، وانا ما درت ديك ما عمرت بها حتى 6 العشيه. صافي هنا كناخذ غير الفيلم المونتير وكان المهم كنحط داك السلوفان على الوجه ديال الشكلاط باش ما يديرلناش ديك الطبقه. المهم هذا هو الكاناج بالحليب. صافي هنايا غادي ندخلو الثلاجه كما قلت لكم، تسنيت عليه 6 سوايع. نتوما بغيتو تصاوبوا صوبوا ليله قبل. صافي هنايا غادي ندوزو باش نصاوبوا الكراكله. بالنسبه للكراكله هو داك اللون اللي كتشوفوا فوق منها. هنايا عندي 80 غرام ديال الدقيق و80 غرام ديال السكر سنيده، وعندي هنا 70 غرام ديال الزبده. وبالنسبه للون هنايا انا غادي ندير اللون مارون. بالنسبه للون هذا ماشي ملون، خديت هنا الكاكاو المر، خديت واحد الشاصيه هي اللي غادي نستعمل ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه لهنا كناخذ واحد البول وكندير فيه الزبده. بالنسبه لهاد الزبده راه مذاق ماشي مذاق زبده حيوانيه، اي المذاق اللي كيكون ديالها مزيان. هنايا خديت الزبده وضفت عليها سكر سنيده. بالنسبه لهنا راه كنديرو بحال غادي نصاوبو صابلي، يعني كنخلطوا الزبده مع سنيده كنحركو مزيان، غير هو ما كنخليوش حتى كنحصلوا على تقريبا واحد الكريم ولا شي حاجه، غير كيتخلطونا بعضياتهم. بعد كنضيف عليهم الدقيق وكنضيف عليهم هذاك الملون. بالنسبه للملون كتلونوا باي لون بغيتو، انا هنايا فضلت انني ندير غير اللون المارو حيت ديجا دايره فايته كانت مصاوبه الحمر والخضر. المهم انا غادي نعاود لكم قصه ديال هاد لي باتاشو كيفاش جاو. واحد السيده شافتني حطيتهم في ستوري ديال الواتساب وهي مسكينه كتوحم وقالت لي والو بغيتهم، وقلت نصاوبهم ليها واخا مازال هنايا مازال ما خديتش الطراب الكهربائي، لان هاد البطاشو صراحه صعيبه في التصياب ديالها. انا درتها هنايا غير بالفوي، ولكن صراحه عذباتني. مولفه كنديرها بالطراب الكهربائي وكتجيني مزيانه. لذلك كنقول لكم من الافضل انكم تستعملوا الطراب الكهربائي او العجانه، لان بالفوي او بالخلاط اليدوي كتمحن. المهم هنا كما كتشوفوا صافي هنا من بعد ما كنجمعها كنحصل عليها كما ما كندلكوهاش، غير كنجمعو كما كتشوفوا الصوره. صافي هنا بعد ما تجمعات ليا كناخذ يا اما بلاستيكه او هكا كما درت انايا، درت ورق الطبخ وغادي نبدا نطلقها بحال كما كنطلقوا الشكل ديال صابلي. صافي هنايا كناخذ غير هذا المدلك وصافي غادي نبدا نطلقها. المهم كنحاولوا نطلقوها الشكل اللي كنديروا في الصابلي هو اللي غادي نديرو دابا. انا بديت صراحه بالكراكله لانني غادي ندخلو الفريغو يشد راسو شويه، داكشي علاش كنقول لكم تبعوا غير هاد المراحل اللي ان شاء الله عطيتكم في هذا الفيديو، وغادي تصدق لكم البطاشو وان شاء الله غادي ترجعوا عندي التعاليق وتقولوا لي بانهم صدقوا وجاوكم مزيانين. المهم ان شاء الله نحاول نتقاسم معكم كاع الاسرار وكيفاش الطرق ديالو كتنجح، لان البنات اللي كيعرفوني كيقولوا لي الصراحه راه كتجيك زوينه. لذلك فضلت انني نتقاسم مع المتابعات ديالي ما نبخل عليهم حتى شي حاجه. صافي هنايا كما كتشوفوا كنطلقها بين هاد الورق ديال الزبده. صافي هنايا ماشي كتجي رقيقه ديك الطبقه، المهم كنخليوها شويه بحال الشكل ديال الصابلي وصافي.
صافي هنا من بعد ما طلقناها كناخذ واحد بحال هكا شي حاجه مدوره وتكون في القياس اللي غادي ندير فيه هذاك الباطاشو. كنبدا نطراسي هكا او كنطبع. المهم كنطبعهم على هذا الشكل هذا بحال اللي كنديرو في صابلي. المهم راه هاد تقريبا ديال الخدمه ديال هاد الكراكله بحال صابلي تقريبا، ما كاينش كاع الاختلاف. صافي من بعد ما طبعتهم غادي ندخلهم الفريغو تقريبا لمده ديال واحد ربع ساعه تيشدوا راسهم. وهنا غادي ندوزو باش نصاوبوا الباطاشو. وعندي في المقادير عندي هنايا 6 ديال البيضات اللي كانوا صراحه صغار ما كبارش، وعندي هنا 200 غرام ديال الدقيق، وعندي 100 غرام ديال الزبده نوعيه مزيانه، وعندي هنا شويه ديال الملحه، وعندي الفاني. خلاص الفاني كديروا معلقه كبيره تقريبا، وعندي هنا 2 كيسان ديال الحليب، وعندي نص كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للحليب ممكن انكم ديروا كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء الا ما كانش عندكم حليب كثير. صافي هنايا كناخذ واحد المقله وكندير فيها دوك 2 كيسان ديال الحليب، وغادي نوضع معاهم الفاني، وغنوضع معاهم الملحه، وغادي نوضع معاهم حتى السكر سنيده، ومن بعد غادي نضيف معاهم حتى الزبده، وغادي ندير كلشي فوق العافيه حتى تذوب لينا ديك الزبده. المهم هنا كما كتشوفوا درت كلشي. دابا هنا درت الزبده وغادي نديرهم فوق البوطه. بالنسبه للبوطه هنايا راني كنت شويه مجهده عليها، ماشي ناقصه كاع بزاف، حتى غادي تذوب لنا ديك الزبده وعاد غادي نقص عليها. في هذه المرحله هذه ملي كتذوب لنا الزبده كنقصوا البوطه مزيان، يعني كنقصوها، يعني كنقتلوا البوطه بهذا المعنى، وكنزيدوا الدقيق. بالنسبه ملي كنزيدوا الدقيق كنبقاو نحركوا. هو راه في الاول كيتكلل او كيتجمع، ولكن ما تخافوش غير بقاو تحركوا وحركوا بالزربه. المهم هنا بعد ما وضعنا الحليب انايا زيدت شويه الفيديو لانني كنت كنحرك. صراحه هنا كما كتشوفوا راه غادي تبقى تبان لكم بحال تجمعات، ما تخافوا منها ما والو، غير بقاو تحركوها تحركوا وفي نفس الوقت بحال كتوركوا عليها باش تحل. كتحركوا جناب وكتحركوا المهم انا كنحاول نشرح لكم باش ان شاء الله الا جربتوها تصدق لكم. صافي كتبقاو تحركوا بهذه الطريقه. هنايا كتبقاو تحركوا عليها وهي البوطه راه ناقصه، وفي نفس الوقت كتحركوا بالزربه وكتحاولوا بحال توركوا عليها. راه المهم هنا في الفيديو راه كتبان بانني كنورك عليها. صراحه فهاد العمليه غادي تضركم يدكم، ولكن صبروا معليش. صافي هنايا كما كتشوفوا كنبقى نحرك ومن بعد غادي نبقى نجمع الجناب. فهاد اللحظه هذه ملي كتشوفوها نشفات من الماء صافي كتحيدوها. صافي هنا بعد ما كنشف من الماء كما كتشوفوا الشكل ديالها، هنا خليتها ما بغيتش نزرب باش تشوفوا بانها راه ناشفه من الماء تماما، ما كيبقاش يبان عندنا فيها الماء او الحليب. صافي في هذه اللحظه هذه كنخليها تبرد واحد شويه، كنحاولوا نفرقوها هكا، ولا المهم كنخلوها تبرد على خاطر خاطرها، ولكن المهم كتخلوش بزاف حتى تبرد بزاف وتقصح وتجينا صعيبه ملي غادي نبغيو نعجنوها او ملي نبغيو ندوروها. هنايا صافي كنخليوها تبرد غير حتى باش ملي نكبوا عليها البيض ما تخسر ليناش البيض. المهم هنايا من بعد ما بردات واحد شويه انا قلبتها لقيتها مازال. دابا غادي نفرقها بالفوي، نحاول بانها باش تبرد، لان كما قلت لكم الا درنا على البيض وهي مازال سخونه يقدر داك البيض يطيب لينا وتخسر لينا لاباط كامله. لذلك كنقول لكم خليها تبرد. صافي هنا من بعد ما بردات غادي نبدا نزيد ببيضه ببيضه. هاد العمليه هذه ضروري اننا نديروها، ما نديروش البيض كله ضربه واحده راه ما غاديش تجينا مزيانه. كنبقاو نحطوا البيضه الاولى وكنحركوا الثانيه وكنحركوا. المهم كما كتشوفوا هنايا راني كنحرك. وخا صراحه كما قلت لكم بان الفوي اليدوي المهم تخلطت هي الفوي مع الطراب اليدوي. الفوي عذبني صراحه في الخدمه، ما كنصحكم انكم تخدموا به. الا كان عندكم الطراب الكهربائي ديروها ما كاين حتى مشكل، واخا خصو يكون الطراب الكهربائي خصو يكون صحيح، ما يكونش شي واحد اللي سميتو، لان يقدر يخسر ويقدر يتحرق. صافي هنا كما كتشوفوا كنبقى ندير بشويه بشويه وانا كنخلط. المهم هنا خدات لي بزاف ديال الوقت باش عاد صدقات زعما مزيانه كما كنت باغيه، ولكن انا حيت السيده كتوحم كان خصني ضروري نصاوبها ليها ونديها لها في اقرب وقت. صافي هنا من بعد ما ساليت هذا هو الشكل ديال لاباط كيفاش كيجي. المهم هنا ما نقول لكمش على يدي كيفاش ولات، ولكن كل حاجه باجرها، الله يثبت الاجر. هذا ما كان. صافي هنايا كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها كما كتجي هكا، خاصها تجينا هكا شاده في راسها. صافي هنايا غادي ناخذ غير البوش وغادي نبدا نعمرها باش نطبعها ان شاء الله في الطاوه ديال الفران. صافي هنايا بعد ما خديت البوش
هذه هي الدويه او داك الراس ديال اللي غنستعملو كيتسمى الدويه. خصو يكون شويه عريض. صافي هنايا كناخد غير الباط ديالي. المهم هنايا حتى السباتشي المسكينه عيات، او الماريز ديالي عيات. صافي حتى هي بدات كتعيا. المهم هادشي كلشي كيعيا مسكين مع المده. صافي هنايا كيما ملي عمرت غادي نبدا نطبع. المهم بالنسبه لهاد المهم انا قلت لكم راه كتمشي لي الهضره. المهم انا كنسجلو والهضره كتهرب. صافي قلت لكم هنايا بالنسبه لهاد الباطاشو كنحاولوا نطبعوهم مباعدين، وفي نفس الوقت ما نكبروهمش بزاف. نحاولوا ناخذوا واحد القياس باش ملي نديرو فوق منهم الكراكله يجي مزيان. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نكمل بنفس الطريقه كما قلت لكم، كنباعدوا بيناتهم لانهم كيتنفخوا. صافي هنا كناخذوا داك الكراكلا وكنبدا نحطو فوق من الباط اللي عندي. المهم كنحطوه في الوسط، ما يجيش مايل. صافي هذا الشكل غادي نكمل عليه. بالنسبه للكراكلا كما قلت لكم كديروا اللون اللي عندكم. انا صراحه ما بغيتش ندير الملون هنايا، درت شي حاجه اللي تقدر تكون عندكم. يعني الكاكاو راه ساهل انكم تاخذوا واحد الشاسي ديال الكاكاو اللي كدير تقريبا درهم ونص وغادي تستعملوها ان شاء الله. وكنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. صافي كما قلت لكم هنا من بعد ما غادي نسالي هاد الكراكله نحطو فوق من الباط اللي عندي. غادي ندخلهم الفران. بالنسبه للفران انا مسخناه من قبل على درجه حراره 170. حتى الطريقه ديال الطياب ديالو مهمه بزاف، وانني غنخليه 170 لمده ديال 45 دقيقه محسوبه. وهنا من بعد ما خرجوا من الفران راه دوزت 45 دقيقه هما في الفران، عاد حليت عليهم الفران. ما تحلوش عليهم نهائيا الفران وهما كيطيبوا. هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. راه كيجيو طالعين منفوخين، وصراحه كيجيو شي حاجه اللي زوينه وخفافين بزاف. لذلك كنتمنى انكم تجربوهم صراحه. من بعد ما طابنا البطاطو خليته على جنب تبرد، ودابا غادي نكمل الكناج بالشوكولاط ديال الحليب. بالنسبه لهاد كما قلت لكم هذه كانت مخليها في الثلاجه. المهم هنايا بديت كنطلعها بشويه بشويه. صافي هنايا مع كان عندي غير الفوي بقيت خدامه عليها بزاف حتى طلعت. وهنايا غادي ناخذ الكناج اللي خليت في الثلاجه، الشوكولاط اللي خليت في الثلاجه غادي نجبدو هنا. من بعد ما خليته نهار كامل تقريبا، شوفوا كي كيكون الشكل ديالو. الا كانت خليتوه وعطيتوه حقه راه كيجي هكا. وهو من الافضل انكم تبيتوه في الثلاجه ملي تبغيو تخدموا به. وبالنسبه لهاد الباطاشو راه ما تديروش فيه غير الكناج، اي كناج بغيتو، وحتى تعمروه حتى بلا كريم باتيسير. صافي هنا من بعد ما كنضيف الشكلاط لهذيك الكريم اللي عندي. صافي كنبدا نخلط. المهم هنايا راني مسرعه الفيديو، راكم عارفين بانني هنايا عندي غير الفوي باش خدامه. صافي هنايا غادي ناخذ حتى واحد ان بوش، ولا ناخذ واحد البوش صغيور. غادي ندير ليه ديك الدويه ديالو او الراس ديالو يكون صغير على هذا الشكل. المهم كنحاول نبينو لكم. ودابا غادي نبدا نعمر هذاك الباط اللي عندي بهذا الكناج اللي صراحه جا زوين وجا صراحه بنين بزاف. نتمنى انكم تجربوها مره اخرى. صافي هنا كما كتشوفوا غير بقى لي غير انني نعمرها. وهاد الوصفه ديال البطاطا صراحه ما عمرني كنت كنفكر انني نصورها. خصوصا انا شحال ما درتهم وعاودتهم ولكن كانوا بزاف ديال الطلبات كيجيوني لانني كنبارطاجي ستوريات في انستغرام وكنبارطاجي في ستوريات ديال الواتساب. بالنسبه للانستغرام دخلوا عندي الانستغرام راه سميتو سعاد بنت عبد، اللي بغى يشوف الوصفات اللي تنحط مرحبا بكم. المهم هنا كما كتشوفوا صافي هنا من بعد ما عمرتهم هنا بقى لي الا كنزين فيهم في الطبق ديال التقديم او في الطبسيل كنحطهم على هذا الشكل. المهم بالنسبه للتقديم كتحطوهم بالطريقه اللي بغيتو والشكل اللي بغيتو، كيبقى داكشي على حساب كل واحد. الحاجه اللي غادي نضمن لكم ان شاء الله انا الا تبعتوا هذه المراحل ديال هذا الفيديو اللي درت لكم معكم اليوم ان شاء الله غادي تصدق لكم. واهم حاجه هو انكم ملي تدخلوهم الفران طيب ما تحلوش عليهم. وهنا غادي نحل معكم واحد الوحده نقسمها وغادي تشوفوا كيفاش جات عامره من الداخل بالكناش بالحليب بالشوكولا بالحليب. المهم هنايا كتشوفوا هنا خديت واحد الموس وكنقطع. بغيت غير نوريكم كيفاش كيجيو عامرين من الداخل لانهم ديجا كيكونوا خاويين ومفشفشين من الداخل، ولا ما عرفتش كيفاش كنقول لهم، هما قاصحين وفي نفس الوقت رطبين. المهم ما عرفتش كيفاش نقولها. صافي هذا هما الشكل ديالهم. صراحه هادو يستحقوا تجربه وكنتمنى انكم تجربوهم. صافي هنايا كما كتشوفوا في الصوره معايا هنا بديت ناخذ بعض الحبات اللي غادي ندي للسيده. كما كتشوفوا هنا غلفتهم صافي وغادي ندير لهم. صراحه ما عنديش شي بواطه ودرتهم غير في التبصيل وغطيتهم مزيان باش نوصلهم ليها ان شاء الله والله يقبل العمل. هذا ما كان.
وفي النهاية ديال هذا الفيديو بغيت غير نشجع منتخبنا الوطني بهاد الباطاشو اللي درتو على شكل الراية ديال المغرب اللي هي حمراء وفيها نجمة خضراء. انا درت باطاشو بالحمر ودرت وحده في الخضر. كنتمناو حظ موفق في المباراة المقبلة مع كندا. وهنا كنقول لكم بسلامة عليكم، وشاركوا هذا الفيديو مع الناس، والى اللقاء في فيديو